تحياتي للجميع وأهلا وسهلا فيكم بقناة الخياطة والتفصيل. اليوم معنا شغلة جديدة. فستان سهرة بحاجة لتقصير أكمام وتضييق أكتاف. يا ريت تتابعوا الفيديو للنهاية، رح تشوفوا خطوة بخطوة شلون رح نساوي يعني. ويا ريت لا تنسونا بالمشاركة الحلوة منكم واللايك الحلو منكم والتعليقات الحلوة، وأتمنى من الجميع المشاركة. وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. اليوم معنا شغلة جديدة. فستان نسائي سهرة بحاجة لتقصير أكمام، كمامه يعني الكم بحاجة لتقصير مثل ما شايفين هون. تقصيره 5 سنتي، تقصير 5 سنتي زائد، طبعا شايفينه كله مرشوش يعني هذا، زائد تضييق الكم. تضييق الكم هون بهالطريقة، يعني تضييق قصدي الكتف، بدنا ندخل فيه شوي مشان يرتفع الصدر لفوق. هو كان نازل هيك، فعم نخيطه برتفع شوي عن تلبسه صاحبته، برتفع لفوق شوي، بصير هذا فتحة الرقبة مرفوع أكتر يعني، فبيغطي يعني. طبعا من الطرفين رح ناخد 2.5 سنتي، 2.5 سنتي، ونبدأ فيها من هون، من البداية من هون، ورح تنتهي شوي شوي، بتنتهي عند خياط الكتف تماما هون يعني، عند خياط الكتف. نبدأ من هون ننهيها هون. طبعا نفس الشيء، نفس القياس هذا. هلا هاي طريقة فك الكم مثل ما شايفين. مخيط بطريقة شوي خاصة، هي البطانة الداخلية تبعته، وهذا الحرف أو الخط النهائي إله من برا مثل ما ملاحظين. هلا ايش نساوي؟ لازم نفك الخياطة ونقلبه، نفتحه عن بعضه، نفتح البطانة عن القماش، ونقص 5 سنتي من القماش و5 سنتي من البطانة، نرجع نخيطه مع بعضه، نرجع نساوي الطرف هذا الطرف الطالع لبرا مثل ما ملاحظين. الطرف طالع لبرا بيعطيك احساس انه مثل مركب عليه ريبان او مركب عليه شيء يعني. هو طبعا من ضمن خياط، من ضمن قماش البطانة. وهذا طبعا كمان عم نفكه، لازم ندخل عليه من جوا نساويه مثل ما ملاحظين، خياطة داخلية كلها. والدخلة من هون حتى ندخل لكل الاشياء هون، هو الفستان بحد ذاته ما هو مسكر، يعني في واحد يدخل لأي نقطة بده، ما هو مخيط هون من تحت. هون بصل لمرحلة مثل ما ملاحظين انتو، لمرحلة الكتف يعني، وطبعا لمرحلة كمان الإيد إذا بدنا نقعد نخيطه. هون شايفين شكل نهائي لهم. هلا بنبدأ نفكه ونتابع ونشوف خطوة خطوة شلون راح يصير. هلا نبدأ نفتق الكم، طبعا بالفتاقة بالبداية. نفتق الخياطة الداخلية أول شي. طبعا الخياطة مخيطة مع الطرف هون. هلا رح نشوف بعد ما نفتقها، بعد ما نقصها عشان نرجع نعيد خياطة. يعني هيك نفصل عن بعضهم تماما، نفك كل الدوار هذا.
راح افكه وبرجع لكم. هلا بعد ما فتقت الكم الاول وهذا كم الثاني، بس رأيت كنت افرجيكم عند فتقنا الخياطة برا الخارجية يعني، هيك بعد ما قلبنا الكم ودخلنا عليه من جوا هيك راح يبين. هو محبوك حبكة بس مع بعضهم، البطانة والقماش يعني. وهلا نفكه يعني، بس كنت بدي افرجيكم شلون موجود من جوا هو يعني. فك الحبكة هلا. هلا طبعا في طريقة تانية للي يعني بس بدي يحسب واحد فيها. مثلا نحن نقص 5، فينا مباشرة نحن نقص 5 ونقعد عوض ما نفتح يعني، بس ما راح يطلع مزبوط لأنه طلعوا. إذا راح أقلبه هيك وقص 5 ما راح يطلع مزبوط يعني، أحيانا ممكن يطلع محل زيادة محل ناقص. فالأفضل إنه واحد لو تعذب شوي إنه يفكه حتى يكون شغله مزبوط، وكل كل طرف يعني القماشة لحاله والبطانة لحاله يقصهم وهو مرتاح إنه ما غلط يعني. بهالطريقة بنفك الحبكة. نبقى ملاحظين كيف نفك الحبكة بالفتاقة طبعا. وهيك بفتح معنا يعني في الأخير، نكمل يعني فتق للأخير ونفصلهم عن بعضهم وبعدين نبدأ نقص. هون هلا فتقناهم عن بعضهم، هفرجيكم شلون راح يكونوا بالضبط. هذا بنحط الخياطة على الساوي، هاي الحبكة تبعت الكم، ونمسد حاول الكم. وهذا هون البطانة كمان. هلا نقص 5 من هذا، 5 من هذا، 5 من هذا، و5 من هذا. هلا راح نشوف شلون عم نعلم هلا عشان نقص. هلا نص. مثل ما شايفين قصينا هلا هذا الكم الأول، وهذا الكم الثاني مثل ما قلنا بندخل عليه من جوا من البطانة. هيك كنا قصينا الكمين. هلا نخيطهم مع بعضهم هيك بشكل سريع، وبعدين نحكم ومساوي الخياطة الأساسية مثل ما كانت موجودة بالبداية.
هلا هي الخياطة مثل ما حكينا، شوفوا على طرف القماش مع زيادة طالعة من البطانة. هيك هلا شوفوا الخياطة الداخلية وهون هلا صار جاهز بهالطريقة يعني. نخيط تاني ونرجع. هلا هذا الكتف اللي بدي اضيقه دخلت عليه من جوا، لاحظوا نحط القماش بدايته هون، مش قد ناخد المساحة اللي بدنا اياها، المسافة اللي بدنا اياها، ونخيط هيك بشكل ننهيه قبل خياطة الكتف. هي مسافة قصيرة رح يجي شوي ملفوف، بس ما في حل تاني يعني. شايفين هيك تقصر وتضيق. طبعا لازم ناخد من البطانة كمان، هاي البطانة نفس المسافة تماما. كمان هي اخر الخياطة تبع البطانة. هيك يعني لاحظوا هلا بعد ما ضيقنا صار يجوا على بعضهم تماما مثل ما هن مخيطين بالاصل يعني هيك. طبعا هي لازم نقصها هلا شوي ونقص هي شوي، بعدين نخيطهم من بعضهم مع بعضهم وبنقلبهم. وهيك هلا خلصنا نكون الخياطة كاملة. لاحظوا هذا الكم مثل ما كان تمام بعد ما تقصر 5 سنتي، وهي الثاني. وهون مثل ما فرجيتكم الكتف قصرناه أو ضيقنا الكتف، لاحظوا. هلا مشان ترتفع الفتحة تبعت الصدر لفوق شوي يعني عم تلبسه صاحبته، وهي ضيقنا الكم هون. ولاحظوا هدول هذا من الكتف، هذا الكمام طاني. وهيك نكون خلصنا فيديو اليوم. يا ريت يكون عجبكم وحدا استفاد، ويا ريت هيك تشاركونا انتم بالرأي، اذا في عندكم تعليقات، في عندكم طلبات شي معين، نتناقش نحكي بحسن اساوية اساعدكم، او في عندكم شغلات تفيدوني لي حتى ما عندي مشكلة انا ابدا كمان. ويا ريت تشاركونا وتشاركوا الفيديو كمان مع اصحابكم، تشتركوا معنا بالقناة، ولا تنسونا باللايك. والف شكر لكم. نلتقي عن قريب مع قناة خياطة وتصليح مع عماد. شكرا لكم، مع السلامة.